السلام عليكم متتبعي قناة طرزينة، ومرحبا بالمتتبعين جداد. اليوم ان شاء الله من خلال هذا الفيديو غادي نخدم معكم هذه الفتحه اللي شفتوا ديال العنق ديال هذا القفطان. هذا القفطان سبق لي وخدمت معكم التقويره ديالو، كيفاش تيطلع العرض ديالو، كيفاش تخدم الزواقه والتشبيكه ديالو. وصيفطوا لي في كومونتير بغيتوا تعرفوا كيفاش الفتحه ديال العنق ديال القفطان. دابا غادي نعطيكم القياسات اللي خصكم ديروا. بالنسبة من جهة التقويرة وتهبط هذا 7 سنتيم، يعني غتبقاي خدامة تطلع الفوق، صافي يبقى التقوير 7 سنتيم. تبداي تخدمي في هذه الخدمة اللي غنخدم معكم دابا، يعني الخدمة ديال الفتحة غتطلعي بالخدمة تتوصلي بقى غير 7 سنتيم، وتبداي تخدمي في هذه الخدمة اللي غنبارطاجي معكم دابا. هاد 7 سنتيم غتخدمي فيها هي ديال الفتحة. دائما ديك 7 سنتيم سواء في الجلابة اولا في القفطان هي اللي تتخدم فيها، تتكون داخله في الفتحه مع القب اولا داخله في الفتحه ديال القفطان. فغادي تبقاي تخدمي نفس الخدمه اللي بارطاجيت معكم في الفيديو السابق، وعتوصلوا حتى 7 سنتيم وعتوقفوا تبداو تخدموا في هذه الخدمه اللي غنخدم معكم دابا من بعد ما توقفت الخيط في الحاشيه ديال الثوب، غادي نمشي في نهز العقيقه ونكمل في هاد التشبيكه ديجا وريتكم في الفيديو السابق كيفاش تخدموها بجميع المراحل، يعني راه مفهومه. فانا غادي نوريكم كيفاش غادي تمشوا بالخدمه وكيفاش غترجعوا بالخدمه بحيث انه يتفتح عندكم العنق، تولي عندكم فتحه ديال العنق. فغادي نبقى وانا تنخدم وانا تنراعي التلوينه اللي عندي في ديال الزواقه ديال الخدمه اللي ديال القفطان ديال الصدوق. يعني البلاصه اللي غتكون فيها الذهبي تنخدم الذهبي، البلاصه اللي غادي نخدم فيها الكحل تنخدم من الكحل. فانا غادي نمشي بنفس الخدمه اللي ديجا وريتكم، غادي نمشي حتى النصف ديال العرض ديال هاد الشبيكه، النصف ديالها، وغنعاود نرجع بالخدمه. هانتوما غتشوفوا معايا. دابا غادي نخدم هادي وصافي. هاد العوينه دابا اللي غتشوفوا اللي خليت في هاد الجل، انا غنركز لكم عليها باش تبان لكم مزيان. لاحظوا هادي، فانا عاودتها باش تبان لكم مزيان. هاد العين هادي هي اللي من غنعاود نرجع نعاود نهز فيه، نعاود نهزها ونمشي نخدم. لاحظتوا غير باش تعرفوا. دابا غادي نرجع تندير غرزه قبل من بعد العقيقه، غرزه من قبل من العقيقه المواليه، غرزه من موراها. دائما الغرز تيكونوا قبل من العقيقه ومن بعد من العقيقه، اي عقيقه فيهم كل عقيقه غرزه قبل منها وغرزه من بعد منها. فغادي نخدم على نفس المنوال اللي خدمت معاكم التشبيكه، يعني هذه التشبيكه راه ما مغيرش، راه نفس التشبيكه اللي خدمت معاكم من قبل. غير هو دابا انا غنبدا نخدم وانا ترجع، يعني وصلت للنصف ديال التشبيكه ورجعت. نفس الشيء دائما الخدمه نفسها، الخدمه اللي مولفه تنخدم معكم اللي خدمت معكم ديجا في التشبيكه. والشكل اللي تنخدمو حنا في التشبيكه دائما تيكون الصف تيكون فيه مثلا 7، والصف الاخر تيكون مثلا فيه 8. دائما الصف تيكون ناقص على صف في العقيق. غادي نهز دقيقه في البرونز. دائما تنخدم وانا تنراعي التلوينه، بحيث انه غادي تكون ليا انصاف ديال المعينات، انصاف ديال المثلثات. فغادي نبقى غاديه بنفس الخدمه حتى لراس تاني، وغنعاود راجعه تاني. وغادي تبان لكم بانه راه بدات عندي الفتحه تتفتح.
يعني هاد الخدمه اللي غنخدم في هاد الجانب راه هي نفسها ممكن تبقى على الجانب الاخر، بحيث انه هاد النصف ديال هاد الفتحه، الجانب ديال هاد الفتحه هوني غادي طالعه معاه. من بعد غنولي نبدا تاني نفس الشيء، نجي نثقف في الجانب الاخر ديال الثوب ونبدا نخدم بنفس هاد الطريقه. لاحظتوا منين وصلت لذاك الجانب غادي هنا، لاحظتوا انا تنقول لكم الترتيب ديال الاعاقيق. بحال مثلا هنا درت 8، هاد الصف هذا فيه 8، الصف الاخر ضروري تيكون فيه 7، الصف الاخر ثاني 8، الصف الاخر ثاني 7. دائما الصف تيكون فيه عدد كامل والصف الاخر تيكون عدد ناقص في ناقص بعدد واحد، يعني 8 7 8 7 8 7 وانا طالعه. دائما تطلع عندكم نفس الشيء. فهنا سنأكد لكم بأنه راه دايما الصفوف راه تيكونوا صف كامل في العدد والصف ناقص. تنمشي هنا تندير هذه الغرزة ديالي وتنمشي نفس الطريقة ديال الخدمة اللي ديجا بارطاجيتها معكم. ما كاين شي حاجة متغيرة. دائما غرزة قبل من العقيقة، غرزة من بعد من العقيقة. وانا تنخدم وانا تنراعي التلوينه ديال العقيق والزواقه اللي تنخدم بها. بالنسبه هاد الطريقه هذه الفتحه ديال العنق ديال القفطان، ملي تكون عندنا ديال الجلابه تنمشيو بنفس الخدمه، ولكن ملي تنوصلوا غتبقى عندنا 7 سنتيم هي اللي غنخدموها ديال الفتحه. تنقلبوا الثوب على الخلف ديالو وتنخدموها في الخلف. هاد الطريقه هذه تنخدم فيها دابا تخدموها في الخلف ديال ديال الطوق. من بعد ما تقطعوا ثاني الثوب بحيث انه يرجع بالجهه معاكسه، لان هذاك الخلف اللي تتخدمي فيه الفتحه هو اللي من عاد تفتح مع القب غادي يرجع هو بحال الامام. هو انت خدمتيه بالخلف، ولكن راه من عاد تفتح القب غيولي هو الامام عنده. فالقفطان غتمشي بيه عادي بحال هذا الشكل تنخدم لك، ولكن في الجلابه راه تخدم في شكل اخر، نفس الخدمه ولكن غير هو الثوب تخدميه بالخلف. تنستمر على نفس الخدمه نفس التشبيكه وتشوفوا بانه الجانب ديال العنق راسات يطلع والشكل ديالو سهل ديال الخدمه، ما كاينش شي صعوبه. تلوينه عاد راعيه، التشبيكه غادي تمشي بنفسها. غادي تستمروا في نفس الخدمه. فكيف تلاحظوا راه بدات الحاشيه ديال الفتحه ديال العنق تتبان. فانا كما قلت لكم سابقا طوق غادي تمشوا بنفس الخدمه اللي كانت سبق لي وريتكم حتى عاد طلعوا حتى الفوق ديال تقربوا التقويره ب7 سنتيم. قبل ما توصلوا لها ب7 سنتيم تبداو تخدموا في هذه الخدمه هذه، لان عاد تبدا الفتحه ديال العنق تبداي تخدمي في الفتحه ديال العنق 7 سنتيم تبداي تفتحي هاد الخدمه هذه. فكيف قلت لكم سابقا سوف تبقاو خدامين على نفس الخدمه توصلي تكملي الفتحه ديال العنق وتوصلي للتقويره. غتخدموا من هذا الجانب اليمين ومن بعد تخدموا نفس اليسار تا هو تخدموا بنفس الخدمه. وعاد تراعي فيها التقويره اللي تجي بحال المثلثات وبحال الاضلاع ديال المثلثات وبحال المعينات. يعني مثلا هاد البرونز تيكمل المثلث في هاد البلاصه اللي تنخدم فيها غيبقى طالع حتى يكمل المثلث بالبرونز، وهاد الاضلاع اللي في الكحل غيبقى غادي بحال انصاف ديال المثلثات.
باش تعطيكم تقويرة كيف ما وريتكم سابقا في الفتحة. صافي كيف تلاحظوا بانه الفتحة ديال العنق راه سيرة تتبان، والخدمة كيف تلاحظوا بحال مثلا هادشي البلاصة اللي فيها البرونز راه سيرة تتكبر، يعني المثلث راه ساتي قرب يوصل النصف ديالو. الاضلاع ديال اللي بالكحل سيرين تيوصلوا غيوصلوا للراس ديالو، ما يعاودوا يرجعوا في الجهه الاخرى بحيث انه فهذه هي الخدمه ديال الفتحه ديال العنق السهله كيف تتشوفوا، ما فيها شي صعوبات. نتمنى ان لا فيديو يكون مفيد. الى عجبكم لا فيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، خلي التعليق ديالكم، اراء ديالكم وانتقادات ديالكم ايضا بشان انها تساعدني في انني نخدم فيديوهات فيهم فائده لكم. وشكرا والتوفيق الجميع.